اي حكم، انا مسؤول عن كلام ابراهيم. اي حكم في اي درجه لو مبسوطين انا مش هطلع في الاعلام تاني. احنا عندنا مشكله ابراهيم لازم نواجهها. الحكام مش مبسوطه، الحكام ما بتتحاسبش، الحكام ما بتتواجهش باخطائها، الحكام بيتقال لهم الاخطاء. مش عايز بس اقول كلام يزعل الناس مني، لا عرف الناس، فاهم الناس ايه اللي بيحصل يعني. بيتقال لهم في التحليل التحكيمي الالعاب هنا بشكل وفي الناحيه الثانيه بشكل ثاني، يعني الموضوع مرتبط بالوان الانديه والحكام وصل لها ده. لا معلش يا كابتن صباح، يعني انا مثلا انا النهارده بلعب فرقه اكس، عندي تحليل تحكيمي في ركله جزاء ما حسبتهاش، وفرقه واي كابتن عاطف نفس الحاله او مشابهه ليها، لا دي تمام. طب اديني مثال. مش هقدر. لا ما احنا في الاخر كده، ما هو كابتن صباح انت اصلك انت دلوقتي انت قلت اتهام، انت لا مش انا بقول حقيقي والله انت مش ضربه، فانت هنا بيحلل الحاله انت بتضربه في مصداقيته ونزاهته. لا خالص والله خالص. انا في الاخر بص، انا دلوقتي انا بحلل الحاله التحكيميه ليه؟ عشان انا كحكم موجود في الزوم ده. طب اديني مثال، يعني قول لي على مثال او واقعه اللي انت بتستند اليها ان مثلا في الماتش ده قال كذا، في الماتش ده قال كذا. الموضوع مرتبط بوقائع. احنا عندنا ابراهيم 15 مباراه غيرت نتائجها بسبب اخطاء تحكيميه. وانا بقول لك كلام، احنا انا لسه مبطل السنه دي، السنه اللي فاتت وعاطف معايا، فاحنا قريبين من بعض، قريبين من الحكام وشايفين ايه اللي بيتقال. انت بتتكلم على ال 15 دول السنه اللي فاتت ولا السنه دي؟ السنه دي اللي احنا فيه ده. انا بقول لك على السيزون اللي لسه ما خلصش ده. فانا قريب من الحكام وعارف اللي بيحصل وعارف. طب قول لي مثلا ماتشات، يعني قول لي يعني عارفين يا ابراهيم. لا كامثله عشان نفهم احنا نعرف يعني ايه اللي، لان هبقى مرتبط. انا كمان مش محضر والله، لان الموضوع لازم يبقى الربط بالنسبه لي يا ابراهيم ان الاكس ده يبقى زي ده. لكن ده حصلت مره واثنين وثلاثه، دي شكوى من الحكام. بنقعد ناس بيقولوا لي الناس، نقعد نسمع الراجل متخيلين حاجه بنلاقي حاجه ثانيه، ونفس اللعبه في الناحيه الثانيه بيتسكت عنها. انا بقول لك راي الحكام وانا مسؤول عن اللي انا بقوله ده. طيب خلينا نطلع الفاصل نرجع نكمل كلامنا، خليكم معانا.